السلام عليكم. تعالى نشوف ازاي حولت الدولاب ده الايدي للحديد للشكل ده. اول حاجه صنفرته كويس قوي من كل النواحي. بصنفره بصنفره 60 علشان افشن السطح بتاعه، لان اي سطح هيكون املس لو حطينا عليه الدهان مع اي احتكاك هيقع. هنا بعد ما صنفرت بمسح بحاجه اسمها تنر حامي بقطنه كده، عشان تشيل برضو يعني اي ورنيشات، اي حاجات مش نظيفه. طبعًا عشان في صدى كتير، فلازم أعمل برايمر، هو ده معدن، فاستخدمت اللي هو باكين برايمر، هو في منه ألوان. فقدر طلع اللون الرمادي اللي هو نفس تقريبًا لون الدولاب. بس مش هيفرق اللون يعني. اديته وش، وبعدين ده الوش التاني اللي أنا بادهنه دلوقتي، ده الوش التاني، وهو بيتخفف بتينر. ف بس أنا طبعًا لازم ألبس الماسك عشان الريحة بتبقى صعبة وبتأثر على الجهاز التنفسي، فتخلّوا بالكم. بعد كده دهنت بقى الضلفتين، وده شكلها بعد ما البرايمر ناشف، ودهنت ضلفة لبني وضلفة pink. وبعد كده عملت stencil. لازم باثبّت الstencil كويس، والفرشة ما تبقاش غرقانة باللون، بالعكس تبقى فيها لون بسيط، واللون كمان